عمرك شفت ابن رئيس وزراء بيمد ايده على ابوه وبيديله بالقلم على وشه وكمان يروح يغير اسمه في السجلات عشان بيستعر من عيلته؟ تعالى بقى عشان احكي لك الحكايه. الحيله يائير ابن نتنياهو غير اسمه رسميا وبقى اسمه يوناتان هون، وقام جاي في العلن كده وقال لك اصل الاسم القديم ده انا مستعر منه وجاي لي مشاكل كتير في الشغل بسببه، الله يقطعهم دي عيله. الواد اتخانق مع ابوه وقام لطشه بالقلم. متخيل الاب اللي متهزق اصلا من مراته يتضرب بالقلم؟ ومن مين يا ولاد؟ من ابنه؟ دي ما بقتش عيشه. قام طارد ابنه من البيت ونفاه على امريكا. قال ايه؟ عشان اهان رمز الدوله الهلهوله. المضحك بقى في الاسم الجديد اختار يوناتان على اسم عمه اللي هو من وجهه نظره شايف ان هو راجل بجد ومسيطر في بيته وما بيتهزقش من مراته ومن الدنيا كلها زي ابوه. البني ادم سيره. واختار اسم هون على اسم جده ابو امه. يعني من الاخر كده يا جدعان تبرأ من عيله ابوه وسمى نفسه على اسم عيله ابو اللي جابه امه. ايه ده مين اللي ضربه بالقلم المره دي؟ السيسي؟ شيروها له.